السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعين قناة مطبخ شوق. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، وهنقول كل خطوات نجاح الطاجن معاكي ان هو يطلع متماسك وبالطعم الجميل اللي زي بتاع المحلات كده بالظبط. تابعوني من اول الحلقة لاخرها عشان اقول لكم ايه الخطوات اللي بتنجح الطاجن معاكي، وايه الخطوات اللي بتطلع بتديله نفس التركايه والطعم بتاعت المحلات بالظبط. المكونات اللي هنحتاجها معانا هنا، انا هنا معايا اهي كيسين مكرونه من القلم. طبعا الكميه دي ترجع لك انتي، بس للمصداقيه وللامانه بلاش نوع المكرونه اللي هي القطمه الاقوى ديت لانها بتشد معاكي وبتاخد وقت في التسويه. ومعايا هنا التوابل، بقى عامله طبق للتوابل بتاعه اللحمه المفرومه وطبق للتوابل بتاعه الصلصه. تمام. طبعا التوابل دي برضو ترجع لك انتي. انا حاطه فلفل اسمر، كمون، شطه، جنزبيل، ملح، ودي عصره ليمونه برضو دي اختياريه، ومعايا كمان معلقه خل برضو اختياريه، ومعايا الصلصه وفصين توم مفرومين. دي كل التوابل اللي احنا هنحتاجها مع بعض. ومعايا كمان طبعا ده الرول بتاع الورق الفويل اللي هنغطي بيه الطواجن. ومعايا بصلة مفرومة للحمة المفرومة، وكمان فلفل مفروم للحمة المفرومة، ودي ربع كيلو من اللحمة المفرومة. هبدأ دلوقتي انزل بمعلقة زيت كبيرة في الحلة دي، الحلة اللي احنا هنعمل فيها اللحمة المفرومة. والحلة التانية برضو هنعمل فيها هنحط فيها معلقة كبيرة من الزيت. دي الحلة بتاعت الصلصة. طبعا الحلة بتاعت الصلصة ديت هننزل فيها بفصين الثوم المفرومين، على طول نبدأ نشوحهم لحد ما يبدأوا ياخدوا الدرجة الذهبي بتاعتنا كده. دلوقتي بشوح في التومة. الحلة دي على عين بوتاجاز والحلة التانية على عين بوتاجاز. ايدي برضو مش سايبة ولا الحلة دي ولا الحلة دي، بحيث ان انا انجز كمية الطواجن معايا بأقرب وقت. تمام. اهي الحله التانية اللي فيها البصله، بنبدا كده لحد ما تصفر، حاجه بسيطه خالص، مش بتحتاجي ان انت يعني تخليها لون ذهبي جامد. ودي الحله بتاعه التومه بتاعه الصلصه. خلاص كده انا شايفه التومه كويسه جدا، خدت درجه ذهبي بسيط. نبدا ننزل فيها على طول بمعلقه صغيره من الخل. طبعا معلقه الخل دي اختياريه، ولكن بتديها نفس طعم ومذاق الطواجن بالظبط بتاع المحلات. هنا نزلت بقى بقطع من الصلصة اللي انا كنت مجمداها. تمام. هقولك على تركية مهمة هنا بتدي طعم نفس طعم المحلات بالظبط. هنا المحلات الطواجن بيزودوا مع الصلصة بتاعة البيت، بيحطوا معاها كيس صلصة اللي هو بيتباع بره، لانه بيديها تيست كده ومذاق حلو زي الطواجن بتاعة المحلات بالظبط. هنا اهي الصلصه بدات تفك معايا، انا هسيبها لحد ما تسبك خالص، وبعد كده هرجع ازودها بشوربه. تمام. وطبعا نديها التوابل بتاعتها. الحله التانية اللي فيها بصله انا برضو مش سايباها، عماله اقلب فيها بالشكل دوت لحد ما تاخد الدرجه الذهبي. وبعد كده انزل عليها بكميه الفلفل. طبعا الفلفل هنا انا عامله فلفل اخضر بس، عاملاه مطرح البصله. تمام، لان ده هيتحط على ده، ولكن ليكي حرية الاختيار، ممكن ان انتي تعملي فلفل الوان برضو وتقطعيه عليها، برضو هيدي طعم جميل جدا. هتنزلي بيه على البصلة كده دوت. هسيبها بقى تاخد برضو درجة دهبي كده، حاجة بسيطة. واروح للحلة بتاعت الصلصة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين بعد القوطة بتاعتنا ما اتسبكت بدأت ان انا ازودها. انا هنا للأمانة ما كانش عندي شوربة، فبدأت ان انا ازودها مية ومرقة دجاج، ونزلت بالتوابل بتاعت الصلصة كلها وعليها عصرة ليمونة بتديها تيست حلو جدا. هسيبها تغلي وبعد كده اقفل عليها. دي الحلة بتاعت البصلة، نزلت عليها بكمية اللحم الموجود معايا، دي ربع كيلو لحمة مفرومة، وبدأت برضو اعصجها كده واقلبها لحد ما هي تستوي معايا، ويبقى كده اللحمة جاهزة معايا. ونزلت عليها بالتوابل، يبقى اللحمة كده اللي احنا عصجناها جاهزة معانا، والصلصة كمان اللي انا عملتها للمكرونة جاهزة معانا. تمام. يبقى كده ناقص معانا ان احنا نبدأ نرص الطواجن مع بعض بعد ما اللحمة تستوي بتاعتنا على طول. خلاص كده انا سبتها شويه حوالي ربع ساعه واللحمه اتعصجت. هنا بقى الطواجن اهم حاجه خلي بالكم منها، دي نقطه مهمه جدا في نجاح الوصفه بتاعتنا. لازم تدهني الطواجن بتاعتك زيت. اول حاجه تخلي بالك منها مهمه جدا عشان نجاح الوصفه بتاعتك، لازم تدهني الطواجن زيت عشان لما تيجي تقلبي الطاجن ما يلزقش منك. خلي بالك حاجتين مهمين جدا في الوصفه ديت بيكونوا سر نجاح الطاجن. انا قلت لك على اول سر معايا، وهو ان انت تدهني الطاجن بتاعك زيت.
تمام. بعد كده هنزل بكميه من اللحمه، هفضل بقى ان انا افردها كده في الطاجن من تحت، واقسم كل كميه اللحمه في كل الطواجن اللي معايا. تمام. كمية الربع كيلو لحمة مفرومة، انا كان عندي طواجن دي طواجن صغيرة، فما شاء الله الربع كيلو لحمة مفروم كان كويس عليها جدا. بدأت ان انا احط كل كمية اللحمة في كل الطواجن، وابدأ اسويها واسويها كويس، وعشان احط بعد كده المكرونة. خلاص خلصت اللحمه في الطاجن من تحت، هبدا انزل بكميه من المكرونه دي طبعا نيه مش مسلوقه. وزي ما قلت لك للمصداقيه والامانه، بلاش نوع المكرونه اللي هي بتقطم ديت، خليكي في كيس الملكه كويسه وكل حاجه، بس خليكي في النوع اللي هو الكيس الاحمر العادي، او المكرونه السايبه مفيش مشكله. وبعد ما حطيت المكرونه بدات انزل بقى عليها بكميه من الصلصه اللي احنا عملناها من بعض، كميه وسط يعني. وبدات ان انا اغطيها بورق الفويل كده كلها، لاني ما شاء الله عدد الطواجن كان صغير وكان كتير، فسرعت الفيديو عشان ياخدش من وقتكم كتير. كميه الصلصه مش بتكتري، حوالي مغرفتين كده ولا حاجه، حسب طبعا حجم الطاجن. وبدأت ارص الطواجن اهي في صينيه او ممكن في الصاج بتاع الفرن، مفيش اي مشكله. بعد ما اغلقتهم تماما بورق الفويل وحكمت الغلق عليهم. خلي بالك النقطة التانية والخطوة المهمة التانية اللي بتكون سبب رئيسي في نجاح الطاجن معاكي، ان انتي بعد ما ترصي كل كمية الطواجن كده في الصاج او في الصواني حسب المتوفر عندك، بتنزلي بكمية من المية الدافية في قلب الصينيه او في قلب الصاج. طيب اهميه الميه دي ايه يا شو؟ ان اهميه الميه ديت لما بتدخليه البوتاجاز، الميه دي بتعمل زي حمام بخار للطاجن، فبيبدا يستوي على حمام البخار دوت. وكمان بيخلوهوش ان هو يلزق منك من تحت ولا يتحرق، بحيث لما اهو شايفين انا بدات انزل اهو بكميه من الميه السخنه، حاجه بسيطه خالص يعني اقل من ربع حجم الطاجن عشان طبعا ما تجيش عليه. تمام. ونبدا ان احنا نحطها في الفرن، فتبدا ان هي بقى تستوي على بخار الميه دي. طبعا لو انت عريتي الفويل كده شويه ولقيتيه لسه ني، تقدري ان انت تزودي وتتابعي الميه ديت عشان الطاجن ما يتحرقش منك من تحت. خلي بالك لو ما حطيتيش الميه دي في الصينيه، الطاجن لما تيجي تقلبيه هتلاقيه لازق في اللحمه، لازقه في الطاجن ومش بيتقلب معاكي خالص. فالميه ديت مع الزيت اللي احنا فرشناه في قلب الطاجن من تحت بيكون عامل اساسي في سهوله قلب الطاجن على الطبق بتاعك بكل سهوله. اعرف ان الطاجن بتاعي استوى عادي، بعد ربع ساعه تقدري مثلا او بعد شويه تقدري تشيلي حرف الورق الفويل وتدوقي واحده مكرونه من على الوش. لو لقيتيها استوت ولقيتي الصلصه اللي في قلب الطاجن خلاص اتبخرت ونشفت والمكرونه استوت، يبقى كده الطاجن جاهز للاكل. طيب انا هنا اهو هقلب معاكم طاجن معانا، بس اهم خطوه هنا برضو قبل ما تقلبي الطاجن بتاعك لازم تسلكي كده كل الجوانب بالمعلقه، تعمليه كده بكل الجوانب بالمعلقه علشان ما يبقاش في اي حاجه لازقه، ولما تيجي تقلبيه يتقلب معاكي بكل سهوله. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا بقى الشكل والحلاوه والطعامه والريحه مفحفحه، عايزه اقول لكم ما شاء الله جامد جدا. رش عليه بقى فلفل اسمر كده من فوق، رش عليه رشه شطه، حطي عليه دقه، حطي عليه ليمون، انتي وكيفك يا ست الكل. شايفين بسم الله ما شاء الله كانت نتيجة ممتازة جدا. امشي على الخطوات، النجاح الطاجن معاكي هيطلع احلى مني كمان وكمان. دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، يا رب تكون نالت اعجابكم. بحبكم في الله، واشتركوا في قناة ماما الجميلة. باي باي.